مساء الخير يا صحابي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في خاطرة انا يعني عايزة اشاركها معاكم. بصراحة يعني حاجة هو انا بعملها، بس لقيت الفنان محمد رمضان طلع واتكلمها وشرحها في موقف ما هو تعرض له في بداية حياته، يعني او المهنية، او في بداية ان هو بيقدم نفسه كممثل في مسلسل السندريلا بتاع منى زكي، اللي هو كان عن حياة الفنانة سعاد حسني، يعني الله يرحمه. الموقف هو كان بيقول ايه؟ بيقول انا كنت قدمت ان انا بقلد احمد زكي، الفنان احمد زكي الله يرحمه، وشايف ان انا يعني بعرف اقلده كويس، واحق واحد بالدور ان هو يعمل الفنان احمد زكي قصاد منى زكي في المسلسل. فالراجل طرده او ما خلاهوش يدخل، فراح قال له استنى، حضرتك طردتني ليه؟ انا بقلد احمد زكي كويس وشبهه، وعايزه ادخل اعمل الكاستنج بتاعه او الاوديشن او وات ايفر، يعني عايز يعمل الميتنج بتاعه ويخش ويقدم وكده. وبالفعل دخل وحصل على الفرصه، ويعني اشتغل في المسلسل، يعني كانت بدايه انطلاقه ليه. طيب انا ليه بقى بقول كده او ليه بشارك كده؟ عشان انا كان عندي يعني انترفيو دلوقتي في مكان ما، في تبع بروجكت معين يعني، وكان المفروض ان انا ليا يعني 2 أو 3 اماكن، يعني المفروض كنت اعمل فيهم الانترفيو بتاعي او الانترفيوز بتاعتي، وخلصت، وحابه ان انا مثلا ايه، اشارك حاجه او ادخل اكتشف حاجه تالت، يعني رابعه بقى، يعني عايزه ايه بالنسبه يعني للمشروع او البروجكت اللي انا مثلا ايه مقدمه فيه. لقيت حد من الاورجنايزيشن بيقول لي، حد من الاورجنايزر يعني بيقول لي انتي عايزه تشاركي ليه؟ يعني ما انتي خلصتي. فاتضايقت جدا، يعني قلت له سكت كده ومشيت، وبعدين لقيت المكان رابع مفتوح فدخلت. فحبيت ان انا اشارك. يعني برضو حصلت لي موقف قبل كده برضو، يعني والله بتحصل كتير، يعني هتلاقي ناس كده بتطلع لك اعداء نجاح بقى، اعداء سعي، اعداء اي حاجه بقى، ناس كده غريبه بتطلع لك هتلاقيهم بيمنعوك. فانت ايه، انا الفيديو ده بمثابه الارم كده، يعني ايه، تنبيه كده لاي حد في اي مكان بيعمل اي حاجه، واي حد تاني يحاول يمنعك، ما تتكسفش وتاخد بعضك وتمشي. لا لا، حاول او حاولي واثبتي نفسك وجربي، حتى لو انت عارفه ان انت هتفشلي او ملكيش مكان. بس ما تخلوش حد